الملف رقم 336 ده بقى الفاينل كود، خلاص مش هنضيف اي حاجة، بس كان في بعض التحسينات تمت على المراحل اللي فاتت، اتجمعت كلها في المشروع ده. في تحسينات كتير يعني. تعال نشوف كده الفاينل كود ده بيعمل ايه. فاول حاجة اما انا اكتب اي حاجة هنا وادوس انتر ينزل على السطر ده، انتر ينزل على السطر ده. لو كتبت اي حاجة مش هيرضى، لازم اكتب رقم، اكتب له رقم وادوس انتر، داس على طول وخلاص انتر من غير ايه. الادخال عملية بقت سهلة، عملية انتر دي. فدي اول نقطة. النقطة التانية انا بعمل نيو جديد، انا هعمل اد مش هينفع طبعا، يعني هي دي نقطة. هعمل فايند، ممكن اعمل فايند، فمجرد ان اعمل فايند اد ما يعني يتقفل لوحديه. هعمل فايند مثلا ل12 وادوس انتر، فجاب لي 12 هنا. دي بقى الجديدة، انه يجيب لي 12 هنا ويجيب لي 12 هنا وكده. ودي طبعا ما كانتش موجودة قبل كده، كان بيفضل ثابت على ده ويروح كده، وكان في كونفليكت بين الداتا جريد وبين الفورم دي وفايند، وان انا كليك هنا ويحصل كده. المهم يعني عايز اعمل اديت، فاخلي اليكس دي مفيش، وبديع ده مفيش بردك، واقول له اديت. هيقول لي do you want to update record؟ yes. اوكي خلاص كده. عايز اعمل ديليت، فهعمل ديليت لده مثلا، وقفت عليه كده. عايز اعمل ديليت وقفت عليه. طبعا كان المفروض ان انا اخلي الخلايا دي ريد اونلي عشان محدش يغير فيها، دي ما عملتهاش انا، فهخليها ريد اونلي دلوقتي. يعني دلوقتي حالا هخش واخلي الخلايا دي ريد اونلي، هوقف كده وايه عشان يبقى حتة حتة كده. ايه الحاجات اللي هي ما عملنا لهاش enhancement، او يعني احنا طورناها او كده يعني. هقفل الكلام ده، هقفل الحاجات المفتوحة اللي ملهاش لازمة دي. الريبورت ده، الريبورت بقى اللي هنا ده بردك الداتا سيت، يبقى اصبح عندي فورم 1 بس هي اللي موجودة. هاجي بقى على الداتا جريد دي، هقول له ان الخلايا ديت ريد اونلي، مش عايز انا الخلايا دي غير انها تبقى ريد اونلي. فدور على ريد اونلي هنا، ريد اونلي فولس، لا ريد اونلي ترو. ليه بقى؟ عشان انا لما هعمل ران دلوقتي مش معقول كل ما اجي اقف كده يبقى المؤشر داخل جوه الخليه. هشوف ريد اونلي اثرت على حاجه، اقول له فايند مثلا 15، راح ل 15. خلاص 15 انا عايز اتنقل بالاسهم كده على 14. هل ينفع ان انا لما اتنقل بالاسهم يعني، او طبعا لازم انا بتنقل كده بتفرج بس، لما مجرد ادوس انتر مفيش اي حاجه، انتر ينزل لي تحت، انتر بينزل تحت اللي بعد سهم فوق زي سهم تحت. طب انا اساسا واقف على 15 اللي انا كنت عامل له فايند، لو عملت كليك هنا بس خلاص بقى 13 كليك. اللي عمليه كليك كده او سيلكت للخليه بيروح يكتب الحاجه دي. طب هل المفروض بالاسهم وانا نازل كده؟ هو فعلا بالاسهم هنا بدأ يتغير لاني كنت جاي منين، من هنا. لكن لما اقول له فايند الموضوع دي الحته دي بردك محتاجه تظبيط. لما اقول له فايند مثلا 18 يروح ل 18 يجيبهولي، بس لو اتحركت بالاسهم ما بيتغيرش هنا. ليه؟ لان كان الكنترول من هنا، الكنترول بادئ من هنا. لازم بقى اعمل حبه ايفنت، لو اتحركت بالماوس يبدا يعمل الحركه دي. اتحركت بكي لو كان كيس ابر كده يعني، لان انا بتحرك عايز اتحرك لازم بقى اما اتحرك لازم او كمان جاي عامل كليك. دي حاجات رفيعه، مجرد عملت كليك كده الكنترول اتنقل للمنطقه دي، فخلاص الحركه بالسهم بالاسهم دي طالما الكنترول. السبب اللي هو التاثير ان انا الكمبيوتر عايز يميز بين ان انا جايب الحاجات دي من فايند ولا جايب الحاجات دي من ايه. فاذا كنت جايبها من فايند بيحترم فايند اللي جابه هنا، لكن لو انا جايب من هنا خلاص بيبقى الكنترول من هنا، فالدنيا بتتغير معايا هنا كده بالاسهم فوق وتحت. حاجات بقى طبعا جزيئات رفيعه يعني. هعمل ديليت، طبعا عملت ديليت قبل كده، اعمل ديليت ل 16 ده خلاص ديليت. هيسالني انت متاكد؟ يس خلاص. حلوه حكايه انت متاكد دي. الاوتو نمبر انا كان ممكن ان انا اعمل حبه سيتنج فيه، لكن طبعا ما عملتش اي سيتنج فيه. هنا طبعا بينقل الكنترول، هو كده اوريدي الكنترول منقول لي هنا. فكرة الكنترول دي اللي انا بتكلم عنها دي المفروض ان انا بكلم المبرمجين مش بكلم اي حد.
هنكمل كلامنا عن موضوع التحسين بقى في البوتون، ان ندوس على ده ما يبقاش ده يبقى انيبل، وده دي بقى عمليه محتاجه مننا. اقول له شو اول مثلا، دي خلاص ظهر، يبقى الكنترول ممكن يو اد فايند، التلاته دول شغالين. اديت هاديت ايه، ديليت هديليت ايه. ريبورت هيجيب لي طبعا ريبورت، المفروض اوضح بقى ريبورت لايه، ريبورت لده يعني. بس انا مجرد ادوس على ريبورت، ده الشكل الريبورت بتاعنا. المفروض بقى الشاشات دي تتسنتر وكده. الحاجه اللي انا يعني ممكن عشان كده انا هسيب 3 ارقام تاني، لان ممكن المشروع ده نعمل له تعديلات او نعمله بفيرجن تانية، ان يبقى ده كويري بيلدر. كويري بيلدر يعني ما اكتبش ولا كلمه فيه، مجرد اختار ولا اداه تيجي، مجرد بس اختار ويتكتب، يبقى فيه تكست بوكس هنا بيتبني فيه الكويري فعلا، زي الاكسس وزي حاجات كتير بتعمل كويري بيلدر. فابدا انا بختار الفيلدز بتاعت الكذا، الكولومز يعني، واختار الكونديشنز، واختار كذا واختار كذا، وبعدين اقول له اكسكيوت، ينفذ على طول، يعمل تشيك. طبعا لو في ايرور هتبقى مشكله، هيبقى لازم اعمل ايرور هاندلنج، يبقى في تفكير يعني. فهي دي الحته اللي ممكن ايه تبقى، انا شايف ان هي تبقى. النقطه التانية طباعه عمل اكتر من ريبورت. يعني انا في الكويري الريبورت ده خاص بالتيبل، طب انا عايز ريبورت خاص بالتيبل التاني ده، التيبل اللي كل حبه ايه. فانا هعمل لازم ريبورت تاني، اقول له برنت مثلا، فيكون اخر مجموعه هو مختارها من ده ومحولها للجدول ده، هنفذ عليها الموضوع ده. فهعمل اكتر من ريبورت على الجدول ده. لما اعمل الكويري بيلدر ده، دي التطورات اللي انا بتخيل ان هي ممكن تبقى موجوده. لو عملت كويري بيلدر هنا وعملت ريبورت، طبعت اي كويري، نتيجه اي كويري دي لو عايز اطبعها، او عايز اصدرها الملف اكسل، او عايز اصدرها ملف اكس ام ال، ده شغل بقى مفتوح يعني في الجزئيه دي. كل دي بتدي مهارات وبتدي قدرات في ايه، في ان انا ابدا افكر بشكل اعلى، ان انا بالنسبه للجدول الواحد. بعد كده بقى موضوع الجداول اكتر من جدول، طبعا ليه ما بتعمقش في الموضوع ده دلوقتي، لان لما تكتمل كل المفاهيم في ذهننا هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لنا، ان ايه، ان احنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. قبل ما اخلص احب افكرك، احنا خدنا ايه في الكورس ده من اول ما بدأنا. خدنا سي شارب فاندامنتال 15 ساعة و70 ملف، خدنا اوبجكت اورينتد بروجرامينج 9 ساعات و40 ملف، خدنا اس كيو ال سيرفر 8 ساعات و45 ملف، وخدنا كورس داتابيز اناليسيز اند ديزاين فول كورس، كان 2.5 و7 ملفات، وفي ملف فيه الكورس كله 2.5 تقدر تسمعه. كورس مهم جدا، حتى مش المبرمجين، لاي حد، اي حد بيحب يتابع البيانات وينظمها بشكل جيد. بعد كده خدنا الكورس المحترم جدا اللي هو ويندوز فورم. الويندوز فورم ده شرحنا فيه 35 ساعة 143 ملف، وقلنا هنضمن بعد كده الادو. دخلنا فعلا في الليفل اللي هو الكورس السادس، اللي هو الليفل بتاع الداتابيز، اللي خلصنا فيه المشروع اللي انت شايفه بعد ال20 ملف الاولانيين اللي شرحناهم. اذا احنا باختصار شديد خدنا الكورسات المتعلمة بالازرق دي، هم 5 كورسات، واحنا ماشيين في الكورس السادس، كانوا 70 ساعة ال5 كورسات و300 ملف. كانت المحاضرات بتاعتنا في اللي احنا خدناها في الجزء الاولاني داتا كولوم. كان هدفنا بمحاضرة 301 اتكلمنا عن الداتا كولوم والداتا سيت والداتا تيبل الداتا سيت والداتا تيبل والداتا كولوم والداتا رو. مسكنا المحاضرة دي اتكلمنا فيها بس عن الداتا كولوم. بعد كده داتا كولوم، داتا تيبل وداتا كولوم، بعد كده داتا تيبل وداتا كولوم وداتا رو. بعد كده عملنا اكسبورت للداتا الاكس ام ال فايل تمهيدا للمشروع ده. بعد كده عملنا ريد للاكس ام ال فايل، برضك ده حصل في المشروع تو داتا كلاس داتا تيبل يعني. بعد كده عملنا ريد للاكس ام ال وتصديره للاكسل. بعد كده اتكلمنا على الداتا سيت اللي هي اكتر من جدول والريليشن بينهم والبرايمري كي. بعد كده ده كان جزئين. بعد كده اتكلمنا عن الداتا سيت جود اكزامبل كان محترم جدا. بعد كده شرحنا الجود اكزامبل ده كونسول ابلكيشن فيه ملفين. بعد كده اتكلمنا حولناه ويندوز فورم يعني، وعشان نوضح الفرق بين الاتنين ايه. اتكلمنا عن edit وديليت للداتابيز، تعديل وحذف البيانات. وبعد كده اتكلمنا عن البرايمري كي بقى اذا كان اكتر من كولوم، وتأثير ده عن الحذف والبحث. بعد كده اتكلمنا عن الفورين كي باشكال نعرفه، وايه الفرق بينه وبين الريليشن اللي هي relationship between the tables. وبعد كده اتكلمنا على اليونيك كونسترين، وفي كونسترينز كتير ما اتكلمناش عنها، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. الحقل او اكتر لا يتكرر، تأثير ده ايه.
بعد كده اتكلمنا بقى على الداتا جريد فيو تاني، عملنا كده. هو كان عليها كلام كتير جدا في برنامج الفاتورة في الكورس بتاع الويندوز فورم، تقدر ترجع له الملفات اللي قبليه وهو نفسه مشروع الفاتورة. وبدأنا نتكلم عليه على علاقتها بالداتا تيبل بقى هنا. بعد كده علاقة في جزئين، بعد كده علاقة الكومبو بوكس بالداتا تيبل، بعد كده علاقة الكومبو الليست بوكس بالداتا تيبل، وعلاقتهم كلهم ببعض التلاتة دول. بعد كده التشارتس بالداتا تيبل. دول كانوا ال20 ملف اللي احنا اتكلمنا عنهم. بعد كده بدأنا في السلسلة بتاعة المشروع اللي انت شفته دلوقتي في الملف ده، واتكلمنا في شرح. وشوف بقى كم ملف، كم ملف، كل ملف تقريبا 10 دقايق او 11 دقيقة اتكلمنا، يعني صافي نت يعني، او اقل حبة، او 8 او 7. اتكلمنا عن المشروع، فصصناه، عملنا نسخة منه كونسول ابليكيشن، عملنا نسخة منه ويندوز فورم مبسطة الفكرة الرئيسية. بدأنا نبني بقى سياج المشروع بالتكست بوكس والبوتونز. بدأنا نحوله، بدل ما كانت سامبل داتا جوه البرنامج، نقرا من XML فايل ونكتب في XML فايل، ونلغي السامبل داتا في ملفين. بعد كده اتكلمنا عن مسكنا النيو بوتون، شرحناه بالتفصيل. بعد كده الاد بوتون، بعد كده الفايند، بعد كده اللينك داتا جريد فيو مع الفايند مع الفورم مع التكست يعني بوكس. بعد كده حسنا الاد، عملنا ديليت بوتون، عملنا الكويري. بعد كده عملنا الريبورت. بعد ما عملنا الريبورت شرحنا بقى الفاينل كود، الملف الاخير ده. ادينا فكرة سريعة ان هو ده خلاص الفاينل، وايه هي التطلعات الايشوز، او ممكن نعمل ايه في الموضوع ده لو احنا عايزين نفكر تاني زيادة. اشكركم، سلام.